صباح الخير. عايز اقول لك اللي فيه اتجاه من اداره نادي الزمالك بقاله فتره، وبان اول امبارح اللي هم عايزين يقدموا الشكر لجوزيه جوميز المدرب بتاع نادي الزمالك. متعرفش ايه الاسباب، بس واضح امبارح قناه الزمالك كانت بتتكلم عليه بطريقه مش كويسه قبل بدايه ماتش المحله وبعد ماتش المحله، وانتقادات كبيره جدا لاختياره للتشكيل في بدايه الماتش، وانتقادات كبيره جدا بسبب النتائج او سوء النتائج. اداره الزمالك كانت متفقه مع المدرب اللي هو يبص على قطاع الناشئين عندها ويفلتر الناس دي كلها، عشان اللي مش هيبقى ليه مكان الموسم الجاي يمشي. فالراجل طبق الموضوع ده، ممكن يكون طبقه بشكل عشوائي او بشكل مش منظم، اللي هو بدأ مثلا بست لعيبه مره واحده ماتش المحله. بس انا شايف ان انا خلاص انا بره المنافسه على الدوري، ما عنديش مسابقات بنافس عليها، خدت الكونفدراليه، فالدنيا بسيطه بالنسبه لي وسهله. اشوف اللعيبه دي مره واثنين وثلاثه. طبعا ترتيب الجدول بالنسبه لنادي الزمالك، اللي انا ما فنش الجدول في مرتبه او في نهايه او في نص الجدول، المفروض انهي مثلا على الاقل ثالث. لكن انا شايف الراجل شغال كويس، شايف الراجل ماشي بخطى كويس، بيبص على اللعيبه، بيجرب اللعيبه، عنده اصابات وعنده ايقافات، عنده لعيبه لسه راجعه من الاصابه، السكواد بتاع الزمالك اصلا متهالك. فالراجل بيبدا يفلتر الناس دي عشان يبدا موسم جديد. فانا عندي طلب مهم جدا لاداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب. لو انت خلاص واخد قرار الراجل ده خلاص هيمشي، اتمنى اللي هو يمشي اليومين دول، وتجيب مدرب اليومين دول يكمل معاك الدوري ويبدا معاك فتره الاعداد، ويبدا يفلتر الناس بشكل كويس، ويبدا يحط طلباته للموسم الجديد، ويبص على اللعيبه اللي انت ناوي تتعاقد معاها، ويشوف ايه الاخبار. عشان عندك بداية الدوري هتبقى بعد شهر 8 على طول، وعندك أهم بطولة اللي هي السوبر الأفريقي مع النادي الأهلي هتبقى في شهر 9. فالراجل يقدر يكون اشتغل مع الفريق لمدة شهر أو شهر ونص. ده طلب بسيط جدا من الإدارة لو هي فعلا خدت القرار اللي هي تمشي المدرب الحالي. صباحه.